تمام. خلينا بعد كده نبدا نشرح على النقطه اللي بعد كده، واللي هي الفيزز اوف اوت ريتشنج، او مراحل الاوت ريتشنج بالظبط بتمشي ازاي. الموضوع طبعا ده مهم جدا جدا، عايزك تركز فيه. ما ينفعش ان انت تعدي طبعا المراحل بتاعت اوت ريتشنج، طبعا كذا مرحله. ما ينفعش ان انت تعدي مرحله تمام من غير ما تكملها بالكامل بالطريقه اللي انا هتكلم فيها. بمعنى ما ينفعش مثلا تكمل مرحله بنسبه 50% وتروح بعد كده تدخل على المرحله اللي بعد كده. ده غلط، مش هتعرف ان انت تجيب اي عملاء. فبالتالي اللي انا هقوله في الجزء ده هو جزء مهم جدا جدا. تمام. جزء بسيط جدا هفهمك بالظبط البروسيس بتاعت الاوت ريتشنج، وازاي انت تقدر تعمل عمليه الاوت ريتشنج بالكامل من ايه لزد بالكامل. تمام. من اول ما بتجمع الايميلات لحد ما بتبعت الايميلات دي بالكامل. لازم تفهمها خطوه خطوه وتمشي عليهم بالترتيب. لازم تمشي بالترتيب، تمشي على كل خطوه بالترتيب وتتاكد ان انت عملت الخطوه الاولى بالطريقه المظبوطه، بعد كده تدخل على النقطه الثانيه وبعدها الثالثه وبعدها الرابعه وهكذا. فبالتالي لازم تتاكد ان انت عملتها بالطريقه المظبوطه 100% زي ما انا ذكرت، زي ما انا هذكر عامه في الفيديو. والنقطه الثانيه انك انت لازم تبقى عارف 100% ان انت لازم تمشي بالترتيب، عشان بس تضمن ان انت في الاخر تطلع ايميلات بطريقه كويسه جدا جدا، وفي نفس الوقت ان انت تقدر ان انت يجي لك عملاء بطريقه اسرع. وكمان يقتنعوا بالايميل بتاعك بطريقه اسرع لو انت فهمت ونفذت اللي انا بقوله بالظبط في الفيديو. فخلينا عامه نشرح في المراحل عامه كلها، المراحل بتاعت عامه الاوت ريتشنج من الزد. تمام. يلا بينا. تمام. خلينا نشرح اول حاجه. اول حاجه في الاوت ريتشنج عامه هو الليد جنريشن. اول مرحله من المراحل دي اسمها الليد جنريشن فيز، او مرحله الليد جنريشن. تمام. واخر مرحله خالص، يبقى اخر مرحله خلاص، يبقى انت خلصت كل المرحله بالكامل بتاعت الاوت ريتشنج. اخر مرحله هي حاجه اسمها سند كولد ايميلز، او سند ايميلز عامه، هنبعت الايميلات عامه في الاخر. تمام. خلينا نشرح كل مصطلح ببساطه، لان عارف انت مش فاهم يعني ايه ليد جنريشن ويعني ايه سند كولد ايميلز. ليد جنريشن، لو انت مثلا جيت مسكت الكلمه المركبه دي وقسمت مثلا الكلمه دي الكبيره لجزئين، هتلاقي ان الجزء الاول بيتكون من ليد، والجزء الثاني بيتكون من كلمه جنريشن. الجزء الاول هو كلمه ليد دي. يعني ايه ليد بالعربي؟ ليد بالعربي يعني عميل او عملاء. تمام. كلمه جنريشن هي توليد، فلما تيجي تحطهم على بعض معناها توليد عملاء. فانت بتعمل ايه؟ بتجمع ايميلات، بتجمع معلومات عن الشركات اللي انت تبعت لها، بتجمع ايميلات الشركات اللي انت بتبعت لها. فانت عامه لما تيجي تقعد عامه على مكتبك وتبدا تشتغل على ان انت تقول انا دلوقتي هبدا ان انا اجمع ايميلات للعملاء اللي انا هكلمهم، ده اسمه ايه؟ ليد جنريشن. تاني، ده اسمه ايه؟ ليد جنريشن. المرحله دي اول مرحله من الاوت ريتشنج، ان انت تبدا ان انت تجمع ايميلات الاشخاص او العملاء اللي انت هتتواصل معاهم. تمام. زي مثلا هتجمع مثلا اسم الشخص اللي انت تتواصل معاه، الايميل بتاعه، عنوانه فين، الويب سايت بتاع الشركه بتاعته، الشركه بتاعته بتقدم ايه، بتجمع عامه ورقم تليفونه، بتجمع معلومات عامه عن الشركه. كل شركه بتجمع لها نفس المعلومات دي، او عامه بتجمع الايميلات بتاعت كل شركه. تمام. فانت بتجمع الايميلات دي، او مرحله ان انت تعمل كولكتنج للايميلز او بتجمع الايميلات بتاعت العملاء بتوعك. تمام. دي مرحله اسمها الليد جنريشن. ده بالنسبه للنقطه الاولى. تمام. عشان برضو نراجع الحته دي، كلمه ليد يعني عملاء، وجنريشن يعني توليد، كلها على بعضها توليد عملاء، او بنسميها بالانجلش على طول ليد جنريشن. تمام. خلينا بقى نوصل لاخر مرحله، سند كولد ايميلز. طبعا 100% انت فاهم يعني سند ايميلز، بس مش فاهم يعني كولد. تمام. يعني كولد، ماشي. اولا احنا في الماركتنج عامه بنصنف العملاء لثلاث انواع. بنصنف العملاء لثلاث انواع. يعني العملاء ليهم تصنيف يا محمد؟ ايوه بالظبط، ليهم تصنيف. ده بالنسبه للماركتنج عامه. والاوت ريتشنج برضو. الثلاث انواع دول ايه؟ كولد، دي اول مرحله طبعا اللي احنا بنبعت فيها، الكولد والورم والهوت. تمام. يعني انت يا محمد قصدك ان كلمه كولد دي بتصنف العميل نفسه؟ بالظبط. فاحنا مثلا لما نيجي هنقول كولد ليدز، او عملاء باردون. تمام. فيعني اصلا كولد ليدز، او يعني كولد كلاينتس من الاخر. يعني ببساطه اشخاص ما يعرفوش عن البيزنس بتاعك اصلا، يعني عمرهم ما سمعوا عن خدماتك، عمرهم ما سمعوا عن البيزنس بتاعك. تمام. فبالتالي انت بتروح تبعت لهم ايميلات بتقنعهم بالخدمه بتاعتك. وده ده اصلا اللي احنا بنعمله، ان اصلا هل الاشخاص اللي انت اصلا بتجمع ايميلاتهم بيبقى عارفين اصلا عن الخدمه بتاعتك او عن الشركه بتاعتك او عن التيم بتاعك؟ لا. فانت اللي بتعمله هو ان انت بتروح تبعت لهم ايميل بتعرف فيه نفسك، وفي نفس الوقت انك انت من الاخر بتقول لهم والله انا اقدر ان انا اقدم لكم واحد اربعه وتقدروا تستفادوا من الخدمه بتاعته، وبتبدا تقنعهم في الايميل بتاعك. فبالتالي من هنا بيبداوا ان هم يتعرفوا عن البيزنس بتاعك. دول اسمهم ايه؟ الناس ما يعرفوش عن الخدمه بتاعتك، بس انت رحت بعت لهم ايميل واقنعتهم. ده اسمه كولد ايميلز.
احنا بنبعت كولد ايميلز، وده اللي بنعمله عامه دايما، ان احنا دايما بنبعت خدماتنا للاشخاص عامه اللي هم ما يعرفوش عننا حاجه، بس هم مناسبين بالنسبه لنا كعملاء. تمام. هم لو اقتنعوا بالايميل بتاعنا فخلاص، فاحنا كده عامه بعتنا كولد ايميلز، والكولد ايميلز بتاعتنا نفعت. حلو جدا. دي بالنسبه للنقطه الاولى. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي بتيجي بعد كده، اللي هي الورم او الدافئ، اللي هم الناس او الورم كلاينتس او وورم ليدز، اللي هو بعد الكولد على طول. اكيد فهمتها. بعد الكولد على طول معناهم ان اشخاص شافوا مثلا خدماتك قبل كده، او سمعوا عن الشركه بتاعتك قبل كده، او مثلا واحد زميلهم قال لهم والله شركه فالكون ميديا اللي هي الشركه بتاعتي مثلا من افضل الشركات بتاعت كونتنت ديستريبيوشن، لازم تشوفها. فهو سمع عنك قبل كده، سمع عن خدماتك قبل كده، دخل الويب سايت بتاعك، عرف اكتر عن خدماتك، بس لسه ما اشتراش. ده الشخص اللي في الوسط. يجي بقى اخر شخص طبعا، ودي معروفه جدا جدا، الشخص الهوت. ده الشخص اللي هو بمعنى اصح عنده انترست جامد جدا جدا بالبيزنس بتاعك والخدمات بتاعتك. انا والله عايز اشتغل دلوقتي مع محمد اسامه، عايز اشتغل في فالكون ميديا دلوقتي، وعايز اشتغل مع فالكون ميديا، وعايز الفالكون ميديا تقدم لي الخدمات بتاعتها، لان انا معجب بيها جدا جدا وعندي انترست بيها وعارف ان هي هتفيد البيزنس بتاعي. فعلى طول دول الناس اصلا على طول هتعمل معاهم سيل. حلو جدا. فدي النقطه الاولى. فخلاص، فالكولد ناس ما يعرفوش عنك وعن خدماتك، بس انت بتبعت لهم عشان تقنعهم. الورم اشخاص مثلا شافوا البوست، مثلا شافوا تستيمونيالز او شافوا ريفيوز من اشخاص تانيين، شافوا بوست انت كنت منزله على البيج بتاعتك في الانستجرام، شافوا اي حاجه عامه يعرفوا عن الخدمات بتاعتك، او دخلوا الويب سايت بتاعك، وبالتالي هم يعتبر عارفين عن الخدمه بتاعتك بس لسه ما عندهمش نيه انهم يشتروا. اخر حاجه بقى الهوت، دول ناس انترستنج جدا بالسيرفيس بتاعتك وفي نفس الوقت عايزين يشتروا منك. تمام. حلو جدا. احنا اللي بنعمله ايه دايما اللي بنعمله، احنا ناس هم اصلا ما يعرفوش عننا اصلا حاجه، بناخد ايميلاتهم وبروح نبعتها لهم. فدول هم اصلا بيتصدموا بالايميل بتاعنا ان احنا عايزين نساعدهم والحاجات دي كلها، وبيعرفوا عننا عن طريق الايميل، او بيقتنعوا بالخدمه بتاعتنا عن طريق الايميل، وبيشوفوا وبيحددوا هل هيستفيدوا منها ولا لا. تمام. حلو يا محمد. ايه بعد الليد جنريشن؟ انا دلوقتي جمعت الايميلات. ايه اللي بعد الليد جنريشن؟ اللي بعد الليد جنريشن طبعا ان انت جمعت الوقت الايميلات. ايه هتعمل ايه بالايميلات؟ اكيد بعد كده لازم تبني سكريبت يكون مناسب الايميلات اللي انت جمعتها. فانت بتعمل حاجه اسمها بيلدينج سيلز سكريبتس، والسكريبتس عامه بيتعدى بكذا مراحل. تمام. اللي هي البي اس ال والفي اس ال والسي تي اي، وطبعا هنشرح الموضوع ده بالتفصيل قدام. بعد كده بعد ما تخلص السكريبت وتبنيه وتعمل سكريبت حلو جدا جدا عشان تقدر تبعته، في حاجه اسمها تكنيكال سوفت ويرز هنبدا برضه نشرحها في الفيديو. هقول لك تولز وادوات وسوفت ويرز تقدر تساعدك ان انت تسرع من العمليه دي، واقول لك برضه ادوات تقدر تستخدمها في الايميلات بتاعتك عشان تقدر ان انت تخلي الايميل بتاعك جامد جدا جدا وبروفيشنال جدا، فبالتالي الشخص اللي قدامك او العميل لما يجي يقرا الايميل يقتنع جدا فيحجز على طول معاك ميتنج. واقول لك ازاي تقدر تعمل الموضوع ده عشان بس تسرع العمليه نفسها معاك، وتخلي الموضوع كله معمول له اتمته او اوتوميشن، فتخلي الموضوع سريع بالنسبه لك وبالنسبه للتيم بتاعك وكمان بالنسبه للعميل. خلينا ندخل على النقطه اللي بعد كده. اول مرحله من مراحل الاوت ريتشنج وهي الليد جنريشن. زي ما قلنا الليد جنريشن عباره عن بروسيس بتقدر ان انت فيها تجمع كميه ايميلات رهيبه جدا جدا للعملاء اللي انت هتبعت لهم الايميلات او هتكلمهم عن الخدمه بتاعتك وهتقنعهم بيها. فبالتالي هتقول لي محمد، هو انت قلت في بدايه الفيديو عامه ان انت بتقدر تجمع 1000 ايميل في اليوم، 500 ايميل في اليوم، 100 ايميل في اليوم عادي جدا جدا. ازاي بتقدر اولا توصل لعدد او كميه الايميلات دي للعملاء بتوعك او الكلاينتس بتوعك؟ ازاي بقدر اوصل لكميه الكلاينتس ايميلز دي كتيره جدا جدا؟ وازاي انا بقدر ان انا اجمع العدد الكبير ده كله، وممكن الاقي كل يوم اجمع 1000 عادي ما فيش اي مشكله؟ ازاي بقدر اجيب كميه البراند دي؟ ازاي بوصل لقاعده البيانات دي كلها؟ وازاي اقدر ان انا يبقى عندي كميه براندات رهيبه جدا جدا لدرجه ان انا اقدر ادخل على اي براند عامه اجيب الايميل بتاعها وانتهى الموضوع؟ حلو جدا. فبالتالي النقطه الاساسيه اللي بتكلم فيها هو حته ازاي تقدر توصل للبيانات وتقدر توصل لعدد كبير جدا جدا من الشركات او الكلاينتس اللي انت بتارجتهم، فبالتالي تقدر ان انت كل يوم تبعت ايميلات، كل يوم تبعت ايميلات، كل يوم تبعت ايميلات. انت فاهم قصدي ولا لا؟ فبالتالي انت عايز تعرف فين مكانهم، او ازاي تقدر توصل لعدد كبير جدا جدا من الاشخاص عشان كل يوم تقدر تجمع ايميلات كتيره، فبالتالي تبعت اكتر، ولما تبعت اكتر تقدر ان انت تعمل كلوز لعدد اكبر من العملاء. فدي النقطه الاساسيه. تمام. فهقول لك ازاي. اولا زي ما قلنا ليد جنريشن اول حاجه نعرفها بنجمع فيها داتا والكلاينتس ايميلز عشان نقدر ان احنا نتواصل معاهم او تريتش. عندنا 3 طرق للليد جنريشن، عايزك تركز معايا جدا جدا لان الطرق دي تختلف عن بعضها في البلدان، وهفهمك ازاي بالظبط. اولا من ناحيه الانستجرام اكبر منصه فيها داتا، تقدر ان انت تتواصل مع كميه شركات وبراندات بطريقه رهيبه جدا جدا، وهقول لك طبعا ازاي تقدر تعمل الموضوع ده بسهوله وتقدر توصل لكميه عدد كبير جدا جدا من
الداتا والشركات والكلاينتس بطريقه رهيبه جدا جدا وسهله جدا جدا. والانستجرام هو اسهل حاجه تقدر تعمل بيها اوت ريتشنج وتقدر تعمل بيها ليد جنريشن، تجيب بيها كميه ايميلات رهيبه، من اسهل الطرق. خلينا بعد كده نروح على النقطه اللي بعد كده اللي هي جوجل مابس. اول حاجه عايز تفهمها عن جوجل مابس هي كالتالي، تمام؟ جوجل مابس مش بينفع غير فقط في، بمعنى صح مش بينفع فقط غير فين؟ في اوروبا اكتر، تمام؟ ودي النقطه الاساسيه. بمعنى لو رحت مثلا بحثت مثلا عند جوجل مابس قلت له لوكال براندز او ستريت وير براندز، هيظهر لك بعض البراندات بس اللي هم في التوب، يعني الناس تقيله جدا جدا في المجال. طبعا انت مش عايز تتكلم الناس التوب اللي هم في المجال، لان هم اصلا 100% عندهم اصلا اشخاص مسؤولين عن الخدمه اللي انت بتقدمها اصلا، فبالتالي هم مش محتاجين اصلا الخدمه بتاعتك. فبالتالي ان الشركات الكبيره دي كلها، مثلا لو طلع لك مثلا ناس مثلا في الاي كوميرس زي نون وامازون، انت تروح تكلم نون وامازون؟ مستحيل. فبالتالي مشكله الجوجل مابس في الشرق الاوسط ان معظم البراندات اللي بتفتح عامه او مثلا الشركات اللي بتفتح مش بتسجل نفسها صح في جوجل مابس، او مثلا احنا مش مهتمين قوي بجوجل مابس، تمام؟ فبالتالي الموضوع عارف مش زي اوروبا. فعشان كده جوجل مابس ممكن تنفع في الشرق الاوسط مع بعض الشركات. مثلا لو انت مثلا بتدور على ايجنسي، ممكن تكتب مثلا ايجنسيز مثلا ان سعودي ارابيا، او ايجنسيز ان مثلا ان كويت، فتقدر ان انت تطلع كميه شركات رهيبه جدا جدا. ولكن مثلا لو جينا على ناحيه البراندات وكتبت مثلا اي كوميرس براندز، او كتبت مثلا لوكال براندز او ستريت وير براندز، المفروض يطلع لك البراندات عامه كلها من ناحيه الستريت وير. ولكن اول ما تروح على جوجل مابس مش هتلاقي الحاجات دي خالص، هتلاقي براندات اصلا انترناشونال. فبالتالي الموضوع في عامه في الشرق الاوسط معقد جدا جدا، مفيش جوجل مابس احنا مش مهتمين بيه. فالطريقه بتاعت جوجل مابس دي مش بتنفع بس غير في اوروبا، افضل بكتير، تمام؟ ولو انت عايز تستخدم جوجل مابس، تمام، في الشرق الاوسط، فانت تستخدمها عن طريق الشركات. يعني لو بتيجي تتارجت شركات، فانت عارف 100% انك انت ممكن تستخدم جوجل مابس، مفيش اي مشكله. ولكن لو انت مثلا بتقدم خدمات زي مثلا الماركتنج او الادفرتايزنج وبرفورمانس ماركتنج، فانت ممكن البرفورمانس ماركتنج عامه 100% انت عايز تارجت براندات تقدم لهم برفورمانس ماركتنج، صح ولا لا؟ فبالتالي انت ما ينفعش تدخل على جوجل مابس لان مش هيطلع لك اي نتائج غير بس البراندات الثقيله بس جدا اللي في السوق. فبالتالي انت اكيد مش هتروح تارجت البراندات الثقيله، اصلا هم اصلا عندهم شخص في الان هاوس مهتم بالعمليه كلها او بتقديم الخدمه اللي انت اصلا عايز تروح تقدمها لهم. فايه اللي يخليهم اصلا يروحوا يستعينوا بشخص من بره اللي هو انت يعني؟ فدي النقطه الاساسيه. طيب يا محمد، ايه اللي هينفع مع الشرق الاوسط؟ اللي ينفع مع الشرق الاوسط ويخليك توصل لكميه براندات رهيبه جدا جدا وكميه شركات كبيره جدا جدا بدرجه مأهوله، حاجه اسمها جوجل هاكينج، تمام؟ وطبعا دي عباره عن بعض الكي ووردز احنا بنستخدمها علشان نقدر ان احنا نوصل لكميه نتائج بحث رهيبه جدا جدا عن طريق جوجل، وبسهوله جدا تقدر ان انت توصل لكميه براندات في الشرق الاوسط وتقدر تتارجتهم ويبقى مناسبين جدا جدا ليك، وهيبقى يحتاج اكتر ناس هم هيبقى محتاجين الخدمه بتاعتك هم البراندات دول. فبالتالي بيسرع عليك الموضوع. جوجل هاكينج في الشرق الاوسط بيخليك اسرع من اي حد تاني بتتواصل مع براندات تبقى مناسبه بالنسبه لك، وبالتالي تتقبل الخدمه بتاعتك وتقدر تشتريها منك. فالنقطه دي مهمه جدا جدا. فخلينا نراجع على الموضوع ببساطه. الانستجرام اسهل منصه تقدر تجيب منها ايميلات، وهقول لك طبعا ازاي تقدر توصل لاكبر عدد من البراندات بسهوله جدا، تمام؟ وطبعا الانستجرام ينفع طبعا في كل البلدان عامه، شرق اوسط، اوروبا، ان شاء الله فين، ما فيش اي مشكله. من ناحيه جوجل مابس زي ما قلنا، يفضل ان هو لو انت تتواصل مع مثلا شركات او براندات في اوروبا، فجوجل مابس يبقى افضل حل ليك ان انت تقدر تعمل الموضوع ده. صراحه هم هناك مهتمين بالموضوع ده جدا جدا، بيسجلوا كل الشركات وكل البراندات عامه بيسجلوها عن طريق جوجل مابس، فتقدر تستخدم جوجل مابس وتقدر تجيب منه ايميلات بطريقه رهيبه جدا جدا، تمام؟ فجوجل مابس افضل واحسن حل عامه بالنسبه لاوروبا لو انت مثلا بتارجت كلاينتس في اوروبا، تمام؟ لو في الشرق الاوسط ما فيش اي مشكله، ولكن يكون في حدود شركات. يعني الشركات عامه اللي بتقدم خدمات عامه 100% بعض الاحيان بتبقى لازم تسجل نفسها على جوجل مابس، ممكن تقدر تعمل الموضوع ده وتستخدمه، ولكن برضو في ليميتس. لو انت مثلا جيت قارنت بين الليميتس الموجوده في الشرق الاوسط والليميتس الموجوده في اوروبا، هتلاقي ان انت ممكن بمعنى صح توصل لكميه داتا رهيبه جدا جدا في اوروبا، تمام؟ وعندك انت في الشرق الاوسط نفس نوع الشركات، تمام؟ بس في الشرق الاوسط مثلا عندك صفحتين او 3 صفحات بس من العملاء. طب ما دول اصلا مش هيكفوا يوم واحد، ده مش اصلا مش ما ينفعش اصلا يكفوا يوم. فبالتالي انت هناك عندك مثلا ملايين وممكن كمان مليارات من نتائج بحث مثلا، تمام؟ وتقدر تلاقي كميه صفحات مش بتخلص، انت بتقول يا ريتهم يخلصوا، تمام؟ انت دول مش بيخلصوا اصلا في اوروبا. ولكن من ناحيه جوجل مابس بقى في الشرق الاوسط بنفس نوع الشركات، انت هتلاقي بالكتير صفحتين 3 صفحات او 4 صفحات او 5 صفحات، ولو حلوه لو يعني نوع الشركات دي مشهوره جدا جدا، تمام؟ فهتلاقي مثلا اخرك مثلا 6 صفحات.
فدي النقطه الاساسيه. هتقول محمد طب حلو، لو انت طب عايز اتارجت شركات عامه وعايز اتارجت براندات واي كوميرس براندز عامه في الشرق الاوسط عامه، تروح على طول على جوجل هاكينج. جوجل هاكينج طبعا افضل طريقه تقدر تعمل بها الموضوع ده، وطبعا هعلمك الموضوع ده ازاي تقدر تعمله من ايه لزد، وازاي نقدر ان احنا نستخدم انستجرام، جوجل مابس، وجوجل هاكينج. كل طريقه هشرحها لك بالتفصيل، وازاي انا بعملها، وازاي انا بعمل الموضوع ده، وازاي بقدر اجمع الايميلات بسهوله جدا جدا جدا. تمام، يلا بينا.